السلام عليكم ويسعد أوقاتكم أحبائي. اليوم راح أعمل فطيرة الزيتون بطريقة سهلة وحشوة لذيذة وشكل كتير حلو ومميز. ولتتعرفوا على الطريقة تابعوا مع الفيديو أحبائي، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا اللايك. وبنبدأ وصفتنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لمقادير العجينة عندي في البداية حليب، كاسة من الحليب الدافي. راح أضيف عليه ظرف من الخميرة ما يعادل 10 جرامات، أو هو يعني معلقة كبيرة، ومعلقة كبيرة من السكر. راح نحرك هيك هالمقادير مع بعضها حتى تذوب الخميرة والسكر مع الحليب. بحركهم هيك بشكل منيح. هلأ بدنا نضيف الطحين. بنضيف الطحين بالتدريج حتى نشوف شو بياخد معانا. فأنا هلأ بضيف قسم من الطحين وراح أضيف عليه ملح، معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وبحرك هلأ بالمعلقة، بالبداية بحرك بالمعلقة، ندمج المقادير السائلة مع الطحين. وكمان هلأ مثل ما قلت بنضيف الطحين. أنا هون أخذ معي حوالي 3 كاسات من الطحين، فهو حسب الطحين اللي عندك، ممكن تأخذ أقل بشوي أو أكتر. هلأ بعد ما لميت العجينة رح أضيف معلقتين كبار من زيت النباتي، وبعجنهم مع العجينة اللي عندي. هيك بيعطي ليونة وتنعيم للعجينة، وبعجنه بشكل كتير منيح حتى أحصل على هيك عجينة مثل ما تلاحظين هيك تكون طرية وناعمة. هلأ هيك صارت عجينتنا جاهزة لأنه نحطها بصحن حطيت فيه قليل من الزيت، وبنحط من الأسفل العجينة يعني، وبنحط كمان فوق العجينة كمان شوية زيت بندهنها فيه، وبدنا نخليها هي حتى تتخمر. فبنغطيها بالنايلون ستريتش بهالشكل هاد، بشكل يعني هيك تنغلق بشكل منيح. وبدي اتركها بمحل دافي حتى تتخمر، ممكن تاخد معانا ساعة أو إنه حتى يتضاعف حجمها. وغطيتها كمان بقماشة. هلا بينما تخمر عندي العجينة بدنا نحضر الحشوة. فأنا عندي هون زيتون، هذا زيتون عاملينه بالبيت كتير طيب. عندي أنا هون حبات كاملة بنزع منها البذور اللي فيها، وبفرمها بشكل هيك مثل ما ملاحظين شكل ناعم. وكمان بدنا نحتاج لمعلقة كبيرة من دبس البندورة، ومعلقة كبيرة من دبس الفليفلة. وبدنا نضيف عليه هون زيت الزيتون. نضيف هيك معلقتين أو 3 معالق من زيت الزيتون، ومعلقة صغيرة من الأوريجانو، وبدمجن هيك مع بعض. هي الصلصة اللي هي عملناها كتير طيبة، ورح تعطي طعم كتير طيب للحشوة اللي بدنا نحطها بالعجينة. هلأ بنرجع لعجينتنا بعد ما تخمرت. فهلأ هيك أنا عندي العجينة تخمرت وارتاحت وتضاعف حجمها. فمن شوفوا كيف قد صارت ناعمة كتير، العجينة ناجحة وناعمة عنا. فهلأ هيك بنلمها على بعضها ونفرغ منها الهواء حتى نباشر بعجن العجينة، أو يعني إنه نمدها. هلأ بنحطها على طاولة العمل وبدنا نشتغل فيها للعجينة. هلأ بدنا نرقها بالشوبك. أنا بدي أعملها على شكل مستطيل. فهيك مثل ما ملاحظين عم بعملها هيك على شكل، عملت على شكل مستطيل هيك بهالشكل هاد. وهلأ بدنا ندهنها بالصلصة اللي عملناها. بوزع الصلصة على كل قطعة العجينة المستطيلة بهالشكل هاد. مثل ما قلنا كتير هي الصلصة رح تعطي طعم طيب للحشوة اللي عملناها. هلأ بدنا نضيف لأنه عليها الزيتون. فهذا الزيتون بعد ما هيك فرمناه وصار جاهز فبنوزعه على كل العجينة. وطبعا يعني هي نحن اسمها فطيرة الزيتون، بيميزها هو وجود الزيتون بكمية منيحة، وهو رح يعطي طعم كتير طيب.
وهيك بضغطه شوي على العجينة لقطع الزيتون. وهلأ بدنا نلف العجينة هيك بشكل رول مثل ما ملاحظين. والعجينة كتير يعني الشغل فيها مريح، حتى ماني دهن سطح العمل لا بطحين ولا غيره انه كتير، لأن العجينة ناجحة. هلأ بسكرها من النهاية، بسكرها بشكل كويس. وهلأ بدي انقلها على ورقة زبدة حتى تساعدنا انه نرفعها على صينية الفرن. والما عندهم توفر الورق الزبدة ممكن نقلها مباشرة على صينية الفرن. هلأ بعد ما حطيتها بهالشكل هذا، عملتها على شكل دائري. عم قطع أنا بعمل هيك تقطيع بالسكين، بس ما مو لنهاية العجينة مثل ما ملاحظين. بترك قسم ما بوصل السكينة لإله، يعني من الأطراف، وهيك بقسمها لأقسام متساوية بهالشكل هذا. بحصل على قطعة كتيرة مثل ما بتلاحظين، ما شاء الله كل وحدة هي بتطلع قطعة. هلأ بدي أعمل هيك افتح العجينة، كل قسم يعني أنا قطعته بفتحه بهالشكل هاد حتى يعطي شكل حلو ويصير عندي مثل شكل وردة للفطيرة اللي عم نساويها. وهلأ هون اللي بيميز المعجنات هي اللي عملتها إنه ما احتجنا نرق كل قطعة لحال. فهي الطريقة كتير سهلة، إنه عملناها كلها بشكل رول، بعدين حصلنا على فطيرة كاملة بكل سهولة. وهلأ بصفار بيضة مضافة عليه قليل من الحليب، عبدهم فيه الوجه، وجه العجينة من الأعلى. وكمان بدنا نضيف عليه سمسم، هيك بيعطي طعم طيب وشكل حلو للفطيرة. هلأ عملناهم بهالشكل هاد، وبننقل لورقة الزبدة على صينية الفرن بكل سهولة، وبندخلها على فرن محمي مسبقا من الأسفل على درجة 220، بعدين من الأعلى حتى يتحمر الوجه. وهي هيك بعد ما طالعته من الفرن، طالعنا الفطيرة ما شاء الله الريحة بتاخد العقل. وشوفوا قد ايه طلعت العجينة طرية وكتير يعني هيك ناعمة وسبونج، والشكل كتير حلو مثل ما عم ملاحظين. والحشوة ريحتها كتير حلوة، وهي طعمتها كتير حلوة طيبة. ما شاء الله كتير عن جد فطيرة ناجحة طلعت. والشكل كتير حلو مثل ما عم لاحظين، على شكل هيك مثل شكل وردة. إذا قطعنا منها هيك قسم فمنلاحظ إنه هيك بيطلع عندي مثل طبقات، لأنه نحن لفيناها على شكل رول. والعجينة شوفوا كيف سبونج ولونها أبيض. وطبقات الحشوة الزيتون مع الصلصة اللي عملناها كتير طيبة. وطعمة السمسم مع العجينة بجدا رائعة بجد. والأطيب من هيك فطيرة طلعت كتير طيبة. هلا بتعملوها لعائلتكم وراح تنال الإعجاب إن شاء الله. فإذا عجبتكم أكلتنا لليوم، لا تنسوا تحطوا لنا للفيديو اللايك وتشتركوا بالقناة اللي ما اشترك، وبتشكركم كتير لحسن المتابعة.